لا بجد تسلم والله العظيم، مش عارفه اقول لك ايه. يلا ننام. يلا. اخيرا وبعد سواقة 3 ساعات من الفرهدة والنوم والشقلبة على الطريق وصلنا اسكندرية. ودي كانت تجربة مختلفة لينا، مش علشان احنا رحنا اسكندرية، بالعكس احنا رحنا اسكندرية كتير، بس كانت اول تجربة لينا ان احنا ننزل في فندق. احنا كنا متعودين على طول بننزل في شاليهات، بننزل في شقق على البحر. لكن اول لما عرفنا ان فندق استرن فاتح في اسكندرية قلنا لا طبعا لازم نجربه عشان هو ليه تجارب كتيرة معانا. اول ما دخلنا الفندق وطلعنا السلم فضلنا نبص يمين وشمال، وجانا زي ما انتوا شايفين طبعا هي في قمة سعادتها وهي بتنبهر بأقل حاجة وبتتبسط. اول ما دخلت وراحت بص لقيت بقى الكريسماس وراس السنة، قعدت تبص على الديكورات اللي هم عاملينها. قالت بس الراجل ده صارف ومكلف وجايبني مكان حلو واحنا هنتبسط فيه. وفضلنا ماشيين وهي عماله تكلمني وتقول لي هنعمل ايه لغايه ما انا وصلت الكاونتر دوت وقلت لها هنعمل ان انا هحجز الاوضه. وقفت عند الكاونتر راحت هي بقى سايباني وقالت تاخد جوله في المكان. طبعا خلاص جانا خلصت الجوله بتاعتها وعملت كل التحقيقات اللازمه ومسكت الكوبايات وحطيتها تحت النور وشافت ان ما فيهاش بصمات، وبصت على المكان واتاكدت. واحنا طبعا متعودين ان الحاجات دي بتحصل في بيتنا لما مراتك بتبقى مسافره وترجع بتعمل اوديت سريع عليك. بس طبعا اي برضو ست بتروح فندق برضو بتعمل نفس الاوديت ده. وانا عملت فيها ان انا بقى مرشد سياحي وعمال اقول لها بص يمين وشمال بقى، مع ان ما كانش حواليا غير خشب بس حسيت ان انا عايز احشي كلام وخلاص بما اننا بنتمشى ودي لحظه رومانسيه. وفضلنا نتمشى لحد ما جانا وقفت هنا وقالت لي الله حلوه قوي الركنه دي وحلوه الدرجه دي، ان شاء الله لما نرجع هتجيب لي واحده في البلكونه. قلت لها جانا انت جايه تصيفي مش جايه علشان تحققي احلامك. ومن هنا رحنا خابطين الباب دوت وطالعين نجري. وبعد كده قلت لها جانا ينفع اقعد هنا بس ارتاح شويه؟ قالت لي يلا يا حبيبي يلا يا حبيبي انت جايبني تبسطني يومين، مفيش حاجه اسمها روح. قلت لها اهو المفتاح وادي الاوضه، اتفضلي يا سينيوريتا. قالت لي تسلم والله ربنا يخليك يا حبيبي. واول لما دخلنا طبعا قلنا ناخد جوله في الاوضه. كانت حاجه مختلفه في الاوضه انا ما كنتش متعود عن نفسي عنها، ان انا ادخل الاقي الاوضه موكيت. طبعا ديت حاجه عجبتني عشان كانت مديها ديزاين حلو قوي، وما عجبتنيش علشان انا قلت كل ما هدخل لو نسيت ودخلت بالجزمه هتبدا تعلم هتبدا تعمل حاجات في الارض. بس الحمد لله الهاوس كيبنج ما حسسنيش بالحاجات ديت وكان في نظافه كويسه قوي. وفتحت الستاره وقلت لها تعالي يا جوز ده الخضار كله جوه البلكونه. اول ما دخلنا البلكونه وشافت النجيله وشافت الخضار وشافت حمام السباحه راحت قالت لي اقف يا ابني هنا تعالى هتحضني بسرعه. راحت حضناني وقعدت تتنطط وهي فرحانه، وحست ان هو لا الراجل دوت فييس وهيدفع وهيوديني اخرج كتير قوي. رحت ماسك الميه قلت بص الميه ساقعه واعملي حسابك ما فيناش زق وما فيناش جو بقى شهر العسل والكلام ده، ويلا نجري يا جنى البوفيه هيفتح والعشاء، وطبعا العشاء عند المصريين ده حاجه اساسيه وهنروح نقف في طابور. يلا بينا. عامل لك بقى مفاجأة حاجة تانية خالص بقى. جو بقى البطاطس بنت صاحبة المكان تقرب صاحب الفندق والجو ده والرز والبامية والكلام ده ما بقاش موجود هنا. المنيو بينزل لك اللي نفسك فيه تطلبيه. ده البوفيه الجديد بقى. ايه ده يعني مش في مطاعم لا 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 مفيش الاكل بقى اللي موجود هو اللي يتاكل وكده؟ تفتحي تلاقي بسلة وفراخ محمرة ولحمة، لا انت اختاري اللي انت نفسك تاكليه وتقعدي تاكليه. بجد؟ اه ده دي بقى يعني حاجة جديدة انا واختراع جديد. كاني في كافيه صح كأنك كده؟ في كافيه كأنك تمام. خارجة مش في فندق. طب انا عايزه اوتيل. تتفضلي هنا طب ولا اقول لك تعالي هنا؟ تعالي هنا احلى. لا انا حلوه عشان لا تعالي هنا. ماشي. ايه ده 9 يعني كمان مع ملاك. طب ما هو يعني هو الحاجات دي كلها مترتبه، الحاجات دي ما بتتعملش كده. اي حاجه بقى نفسك فيها افتحي المنيو واطلبي واتمني وايه ومالكيش حاجه معينه يعني كلي وخلصي واطلبي تاني. جربي ده جربي ده جربي ده اقعدي جربي وكلي براحتك. منيو لو سمحت. قاعدين في قهوه. طبعا المشكلة احنا كنا فاكرين ان بعد التسقيفة الدنيا كلها تخلص، بالعكس اكتشفت ان المشكلة هنا بدأت. الراجل الجميل جه بأجمل بابتسامة ادانا المنيو. فضلت انا وجانا نبص فيه ولا كأننا ماسكين مجلة ميكي. فضلنا نبص وايه رأيك يا عبد الله ايه رأيك يا جنى.
فانا طبعا زي اي راجل في الدنيا بيسأل مراته تحبي تاكلي ايه، طبعا الرد الشهير لاي ست في الدنيا اي حاجه. طب وليه اي حاجه؟ ما دام انت ما شاء الله معاكي منيو مصروف عليه وجواه الوان وجواه ديزاينات وجواه 3 دي وجواه جميع انواع الاكل برسوماتها، اختار اللي انت عايزاه. ففضلت ابص لها اقول لها تاكلي ايه؟ تقول لي طب تحب انت تاكل بيتزا؟ قلت لها يا ماما انا مالكيش دعوه انا اكل ايه، شوف انت نفسك فيه وانا اعمله لك. يا جرسون تعالى. فالراجل طبعا فضلنا نشاور له، فلقينا الراجل جاي بسرعه قال لها بصوا ولا تختاروا ولا تحتاروا ولا تتعبوا، انا لسه مطلق مراتي بسبب التردد ده، فانا هعالج لكم الموضوع ده. انا هنزل لكم حبه سلطه، حبه عيش، حبه سلطه سيزر سلطات، هنزل لكم انا حبه حاجات وانا هختار لكم الاكل، وانا عارف ان انا الاكل اللي هنا هيعجبكم. ففضلنا قاعدين نبص على الراجل، والراجل كان جميل قوي، عمل علامه لايك، مش عارف ليه قصده يعني يعملوا لايك للفيديو ولا لايك للراجل، انا ما فهمتش الحته دي. وراح جاي هنا راح منزل لنا اطباق. جانا فضلت تبص تقول له ايه ده حلو؟ قال لها اه. فراحت قالت لي، فقلت لها يا جانا مش عاجبك؟ قالت لا اي حاجه. قلت طب الحمد لله ان انت قلت على اي حاجه وهي موجوده اوريدي عندنا. ورحت ماسك انا البتاع ديت بقى وعملت ولا كاني فود بلوجر، بحط الاكل في بقي. والله الله ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، الراجل جاي تاني ده! يا ريتني كنت خليت جانا ضغطت عليه وخليتها تختار، ما كنتش اعرف انك انت هتنزل لي المنيو كله. فضل بقى يوسع الترابيزه وانا قلت استنى يا عم ازق معاك، وايده لوحدها ما تسقفش. ولسه وقعدنا نوسع ونعمل لحد ما الشيف الجميل ده جه. سكينة غلط سينون يا رب بجد تسلم شرفتونا. لا انا مش مصدقه ان الاكل ده اصلا متوسع. يا فندم لا هنا بصي اقول لك حاجه، احنا هنا كلنا في خدمه حضرتك، احنا كلنا في خدمه حضرتك، شرفتونا بجد ونورتونا ونورتوا المكان ونورتوا الدنيا، وانا شرف لينا ان حضرتك تكونوا موجودين عندنا. ربنا يعزك بجد، لو انا شرف لينا يعني حضرتك، ويا رب يكون الاكل بتاعنا يعجبك. لا انا عجباني اساسا فكره انك انت كانك جوه فندق جوه مطعم عادي جوه ايه بتطلب الاكل اللي انت عايزه، مش زي الفنادق التانيه انت المفروض عليك اكل معين. طبعا كان الكلام الجميل مع الشيف الجميل دوت ما كناش حابين ان هو يخلص. قعد يتكلم معانا قد كده، بس قلنا عشان ما نطولش عليكم قلنا نكمله لكم فويس اوفر وانا اشرح لكم الموضوع كله علشان ننجز. قعد يشرح لنا وقعد يقول لنا دي فكريه وعقليه ودماغ جديده هنا في ايسترن بيطبقوها، انك انت تختار الاكل اللي انت عايزه بالمنيو. يعني خلاص لغينا فكره ان انت تدخل تلاقي اوبن بوفيه تلاقي اكل كتير، دوت بيؤدي ان اكل كتير بيتهدر، اكل كتير بيترمي، انت بتبقى عايز تاخد من كل حاجه بس ما بتاكلش. لكن هنا لا، احنا اديناك الحريه انك انت تقدر تقعد تقدر تختار الاكل اللي انت عايزه، تقدر تنزل من كل المنيو صنف لو انت عايز، ده على براحتك. بس بنديك اوبشن ان انت اختار اللي انت عايزه، لما تخلصه كل تاني، لكن ما تفضلش تنزل وخلاص. طبعا انا وجانا كنا قاعدين عاملين زي التلاميذ وهو زي المستر اللي بيدينا حصه في درس، واحنا مبسوطين قوي ومنبهرين، ويا حلاوه يا اولاد يا حلاوه يا اولاد، وكاننا لسه جايين من البندر وفرحانين قوي باللي بيحصل. وفضلنا نسمعه وفضل يقول لنا، هو كان راجل جميل جدا بصراحه وكان راجل محترم، وقعد بقى يشرح لنا ان هو اللي بيشرف، هو كبير الشيفات، هو اللي بيشرف على الاكل ولازم يركز. وكان كمان اللي عاجبني قوي في الموضوع ان رئيس الشيفات يطلع لك بعد كل اكل يقعد يقول لك ايه رايك في الاكل، وقول لي ايه المشكله اللي فيه، وقول لي ايه التست اللي فيه، وفي حاجه عايزين نشيلها ولا نزود ولا نعمل ايه. فبيشاركك معاه في المطبخ. فهو حولك من راجل جاي بتقضي اجازه وبتاكل لراجل رغاي، قصدي لا مش رغاي يعني حولك لراجل لا انت بتدلي برأيك علشان هو يقدر يحسن من نفسه، يقدر يحسن من كواليتي الفندق. فدي طبعا كانت ميزة حلوة قوي. في فنادق كتيرة هو بيحط لك الاكل وعارف ان في عدد كبير قوي، فمش فارق معاه اللي يجي ياكل اللي يجي يشرب، نزل اللي انت عايزه، هو سيزون وربنا يعده لنا على خير ويخلص وان شاء الله، وربنا يكفينا شر المشاكل وشر المستخبي. لكن هناك لا، كان لهم فكرية مختلفة وكان لهم طريقة مختلفة في التعامل مع الجست. فضل قعد يقول لنا انا عايزكم تقضوا اقامه كويسه وانا معاكم، وفضل يعمل لنا بايده، يفتح ايده كل شويه كانه جايب لنا هديه وبيفتح يوريها لنا. وقعد دلوقتي بنعمل سامبا سامبا سامبا، بنرقص على رقصه سامبا. قال لنا خلاص شكرا اتفضلوا، انا هسيبكم، انا طولت عليكم، هسيبكم تقعدوا تاكلوا وتبسطوا بالاكل. انا قلت له لا والله انت لا كترت ولا زودت ولا حاجه، بس لو الاكل برد انت هتاخده معاك وتجيب لنا اكل تاني، اتفضل يا باشا. فضلت بس جانا قلت لها يلا بقى ناكل وانجزي، خلي يومك يعدي، يلا يا جوجو. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بجد بتعمل ايه؟ انت اكون بعمل ايه يعني؟ باكل. بتعمل ايه؟ انا ريحه الاكل وصلت لي يعني صحتني من النوم يا ابني، حرام عليك. انت ايه ده؟ ايه جايب ده؟ لك طبق، جبت اتنين تشيز كيك، جبت لك واحده وانا واحده، جبت 2 شوربه، جايب لك واحده بتاعتك ومسيبها.
لا انت فظيع. انت عارف الساعه كام؟ يا لهوي. طب انت عارف الساعه كام؟ انت عارف الساعه اللي كام؟ يفرق معاك قوي الحلاوه، مش الوقت ولا التوقيت ولا الكم. ايوه صح، معدتك مش عارفه هي الساعه كام اصلا. الساعه كام؟ الساعه 1:30. انا مش فاهماك بجد، يعني ده اكل الساعه 1:30؟ ايوه صح، ده انت بتاكل الساعه 5 الفجر. عادي عادي. طب تمام. ده انا كده واكل بدري عادي. صح. ده الطبيعي. انت كده في البدري. تعالى اقعدي جنبي يا جنى، زق الكرسي ده. هو انت قاعد على مكتب ولا ايه؟ كان بتاكل عندي على انترفيو، اتكلمت كتير في الانترفيو فجوعت. لا لا، بالهنا والشفا حبيبي. انا انت تخلص بقى، عارف انت، وتروح يعني بر مش تصبح على عايزه؟ خير، تصبح على خير. هقطع لك حته اهي. ده بص عامله ازاي. لا 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 لا. يا لهوي. لا يا لهوي، ده حوار ده مع الفرخه اصلا. الله. شكرا شكرا شكرا. روح. بص، خد غطس في الشوربه بتاعتك دي، يلا. مش هتاكل يعني؟ مش لا عايز لا حاجه؟ لا، كلهم انت، انا مش كلهم؟ قادره. يلا. طبعا زي ما انتوا شفتوا جانا نكدت عليا بالليل لما دخلت قفشتني وانا بتعشى الساعه 3 ودوت خلاني سهرت. وطبعا صحيت من النوم لقيت الساعه بقت 11. قلت على راي جدتي نهاري راح، يعني مش هلحق. فطالع بجري على البوفيه وعمال اخد يمين وفي شمال كاني راكب عربيه وبعمل دريفتات. حسيت ان انا اول ما ادخل هنا الناس هتسقف لي. لحد ما وصلت الباب المطعم حسيت بالامان. اول ما دخلت لقيت تانجو ولقيت كركديه، ودخلت لقيت عيش توست. حسيت ان خير ربنا كتير وعيش بلدي والدنيا حلوه قوي. وبصيت على البتاع دوت لقيته حلو وعيش مش عارف مرحرح تقريبا. وقلت افتح ديت، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. لقيت ايه؟ فطير مشلتت، فطير بلدي، يعني في عسل، يعني في طحينه. لقيت الحلويات. طبعا كان البوفيه متشقلب ان هو في اوله الحلويات بس، عشان كان البوفيه صغنطط بس كان حلو قوي. ومش مهم كميه الحاجه، المهم التست، المهم الطعم. يعني وقفت هنا الحاجات الحلوة دي كان طعمها حلو بجد، مش منظر وخلاص زي فنادق كتيرة. ودوت طبعا اللي انا اتعودت منه من فندق ويستن. فاول لما بصيت هنا، الله، الجبنة الرومي. يعني استرن صارف، يعني استرن مكلف، يعني بيدلع الناس اللي بتنزل عنده. يعني الناس اللي عنده هتلاقي الراحة، هتقدر تفسد دماغك من الشغل واللانش. لحد ما جيت هنا قلت الله، نسكويك بقى ودلع بقى ولبن واكل الناس الفرافير. مش مهم، ما شغلش بالي، قلت قشطة ممكن اسخن بيه لحد ما يتعمل لي بيض بالخضار واروق على حالي. بصيت هنا، الله الله، ده فول. الفول معمول وحاطط لك ده فول نابت تقريبا، امي كانت بتعمله. والبيت تقريبا بيطلع ايه ده، هو حتى البيت بقى عنده سلبيات، حاطينه في ملح عشان يطلع الحاله السلبيه اللي عنده. وبصيت هنا بتنجان، وبعد كده هنا بطاطس. الله، طبعا البطاطس دي احنا متعودين ان هي موجوده في اي فندق عشان دي بتقرب لصاحب المكان. ودي طبعا اتفاجئت ان ديت بطاطا اللي كانت ودي بليله. والبليله لو انت تسويها بقى براحتك، بيتعاملوا معاك فريندلي كانك قاعد في بيتك عادي بالظبط، كانك مش في حته غريبه. يا جماعه انا قلت هم نفسي بقى وانا اكل وماليش دعوه بيهم، هم بقى صحيوا صحيوا وما صحيوش ما صحيوش. وحضرت السفره وبدات اكل. انا قلت بقى مش كل مره هيضيعوا عليا فتره الفطار ديت، قلت افطر انا بقى مع نفسي. يلا بينا. طبعا يا جماعه عشان انا فطرت من غير جنى، فالراجل الجميل دوت بيحضر لجنى سفره اخر حلاوه. على فكره جوجو، انا ما فطرتش الفطار ده على فكره، كده في تفرقه. والله في تفرقه. انت في طبق سلطه، انا لو كنت لقيته الصبح كنت انا فطرت لوحده. والله لا، ما انت تفطر معايا تاني. يلا نفطر مع بعض. بس الفول والله حاجات تفتح النفس. وعصير، انا شربت عصير برتقال الصبح. لا ده شيري كولا. الف هنا وشفا على قلبك يا جوجو والله. انا عايزك بقى تخلص كل الفطار ده. راضي عني طيب يعني؟ لا لا والله راضي عنك. طب تمام. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jana. Happy birthday to you. ايه رايك يا جوجو؟ لا والله العظيم بجد. والله المفاجأة الحلوة دي من أستاذ عبد الله. مش عارفه اقول لك ايه والله بجد. ايه رايك يا جوجو؟ حلوه قوي.
والله الناس الجميله ديت انا ما عارف اقول لها ايه. والله الراجل ده شقيان معانا وتعبان معانا، والراجل دوت المدير دوت على راسنا من فوق، واتمنى لكم حياه سعيده. ربنا هابي يسعدك. نيو يير برضه، سنه سعيده عليكم. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. سعيد. ربنا يعزك يا رب حبيبي، ربنا يخليك. ايه رايك يا جوجو؟ الله حلو قوي. بصيت يا جوجو؟ هو هيبقى كل ويك اند كده. كل ويك اند هحتفل لك بعيد ميلادك والله. ربنا يخليك. ليه؟ مبسوطه يا جوجو؟ قوي. إيه رأيك؟ انا كل شوية- كنت بنام كل اصلا. شويه بنحتفل لك بعيد ميلادك، يعني عايزه ايه تاني يعني؟ ايه رايك في التورتايه دي؟ جميله قوي، حلوه بس غاليه. عجبك يا جيجي قوي؟ بصي بقى، وتورتايه وشمعه صغيره وجايب، بصي مش اي شمعه كمان، مش اي شمعه. لا بجد تسلم والله العظيم، مش عارفه اقول لك ايه. يلا ننام. يلا.